فيديو النهاردة ثرو باك لعرض سرفايفر سيريوس 2016. الماتش اللي خلاني اعمل عرض هو ماتش الرو ضد سماك داون، والماتش كان جامد جدا. فيلا بينا نشوف ايه اللي حصل في العرض ده. بدأ العرض بأول ماتش معانا وهو لوك هاربر ضد كين، والماتش ما كانش وحش وبرضه ما كانش حلو، هو كان إلى حد ما كويس وماشي حاله. وطبعا كين ولوك هاربر قدموا ماتش يعني جامد جدا وبرضه حلو بالنسبة لاتنين، ولكن كين في الفترة دي كان جامد ويستحق، وطبعا في الآخر خلصها كين مش مستاهلة ومش محتاج كلام. وكده ده كان الماتش الأول معانا في سرفايفر سيريوس 2016. هتقول لي الماتش ده لازمته ايه؟ اقول لك معرفش ومش عارف ازاي حطوه، ومش عارف انا اصلا ازاي دخلته الفيديو. في ماتش برضو انا مش هحطه في الفيديو اللي هو بتاع كاليستو ومش عارف مين ده. الماتشين دول انا ما كنتش عاوز احطهم، ولكن الماتش ده قلت زاميز وسامي زين بقى يقدموا حاجة حلوة، ولكن خلصها في الاخر زاميز واحتفظ باللقب. والماتش ما كانش يعني جامد، لا الماتش كان تعبان جدا ولا اي حاجة. بعد كده على طول نيجي الماتش التاج تيم، والصراحة أنا مش عارف التاج تيم في الوقت ده، أنا مش عارف كملهم الصراحة، ولكن الماتش ده كان جامد أوي يعني، حلو وكان ممشي العرض برضه. وأكتر فريقين كانوا عاجبيني فيه وهو زبار شيماس وسيزارو، والأوسوس جاي وجيمي. الاتنين دول قدموا ماتش جامد وفعلا هما اللي فضلوا في الآخر، وسيزارو قدم ماتش حلو برضه هو وشيماس والأوسوس برضه، ولكن سيزارو هو اللي كان بارز اكتر وطبعا خلصها. سيزارو وشيماس مانداي نايت رو كسب على سماك داون في التاج تيم، وبس كده. ده كان الماتش اللي معاه. بعد كده بيدخل وحش بروك ليسنر والدبابة جولدبرج، والماتش هما اتنين، ادي السبير الاول وادي السبير التاني، وبس كده خلصها جولدبرج وثبت بروك ليسنر وخلص عليه، وفاز جولدبرج على بروك ليسنر. هتقول لي العرض ده ماله؟ هقول لك العرض ده جامد بالنسبة للمصارعين، ولكن اللي انا خلاني احط العرض ده وهو ماتش اللي جاي. الماتش ده هو السبب الرئيسي في اني اعمل الفيديو ده عن سيرفايفر سيريوس 2016. غير كده انا كنت محضر سروباك تانية هتشوفوها طبعا وهتنزل الفترة الجاية وجامدة جدا. نرجع لموضوعنا في ان الفيديو ده كان جامد جدا، او اسف العرض ده. وطبعا دين امبروز وايجي ستايلز دمروا بعض وغدروا ببعض، وده كان السبب بان دين امبروز يطلع. شين ماكمان قدم لقطة جامدة جدا على برون سترومان. راندي اورتن كان ظاهر جدا جدا في الماتش برضه. رجع بعد كده رومان رينز ادى سبير لشين ماكمان طيره، وبعد كده دين امبروز رجع برضه وضرب ايجي ستايلز وعمل تريبل باور بومب مع ذا شيلد رومان رينز وسيس رولينز، وطلع سيس رولينز وثبت ايجي ستايلز، وما تبقاش غيرهم هما وراندي اورتن وبراي وايت. ولكن طبعا طلع الوايت فاميلي وفوزوا براي وايت وراندي اورتن، وبس كده. ده الماتش اللي خلاه. وبس كده يكون فيديو ثروباك لسرفايفر سيريس 2016 خلص. واللي رايك في الفيديو ده وفي العرض برضه؟ وسلام.